بسم الله بديت الكلام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي العدنان عليه أزكى الصلاة والسلام. كان حتى كان ستي المفضل من أغنياء البلاد، عنده اللي ما يتعد ولا يتحصى من جمال وبكار وغنم، ولكن وخا مستك عليه الله كان بخيل وشحيح، ياكل خبز الشعير ويلبس رخيص. مرتو من بخلو قاسات معاه، وخاس وجههم دام سنين طويلة، ربي مرزقهمش بوليدات. صبرات المرأة على المكتوب كما صبرات على راجلها البخيل، حتى لواحد النهار استجاب ربي للدعاء ديالها وكمل رجعها وحملات. فرحات صافية وما قداتها فرحة، ومن بعد شهور ولدات وليد، بغات دير له السبوع وتعرض على الجيران والحباب. قالت لراجلها: ستي المفضل، دابا الله رزقنا من بعد سنين طويله وبغيت ندير السبوع ونفرح بولدي. لكن ستي المفضل غوات في وجهها وقال لها: انت ناويه لي على نيه، بغيتي لي الفقر ونسعى بين الدروبه، بغيتيني نضيع رزقي على عباد الله. ولكن صافيه والو ما تنازلاتش، قالت له: السبوع غنديروه ونعرضو على البعيد قبل القريب. الراجل ملي شافها مصرة قال لها: ايوا صافي، ملي حلفتي نعرضو على 7 من العائلة وندبحو 3 ديال الدجاجات. صافية جمعات الوقفة، قالت له: ياك الراجل، الله مسك عليك وعاطيك اللي يتعد ما يتحصى من البقر والغنم والجمال، وانت باغي تذبح في سبوع ولدك 3 ديال الدجاجات. غوات عليها السي المفضل وقال لها: اش بغيتي يا هاد المراه؟ قالت ليه: بغيتك تذبح كبش كيف الناس. قال لها: واقيلا حماقيتي، ولكن غادي ندير لك خاطرك. عيط على السراح وبقى يقلب على خروف صغير ولا شي معزه شارفه باش يذبحها في السبوع ديال ولده، ولكن والو ما لقى. الخرفان كلها عاطيه العين، ولكن من بعد وهو يشوف واحد المعزه شارفه معزوله وهزيله، قرب منها وقال: هادي علاش كنقلب، هي اللي ندبح شويه وهي المعزه تهضر. قالت له: حنا ماشي ديالك، حنا المعز والبقر والجمال رزق الناس، رزق الناس. بقات تقولها وتعاود: المفضل صفار وخضار، خاف ورجع يجري لخيمته. قال لمرتو وهو كيغوت: ما بقات لي عيشه في هذا المكان، غادي نبيع الكسيبه وناخذ فلوسي ونمشي ونعيشو في شي بلاد اخرى. صافيه تدهشات من كلامه، استغربات وما لقات كيدير تبدل ريو. مشى للسوق وباع الكسيبه، وما جات فين يدور الشهر حتى باع كل ما يملك، وجاب 7 ديال الخابيات ديال النحاس، عمرهم بالذهب والفضه وجمع الرحال ونوى يخوي المكان. البلاد اللي نوى يمشي لها ما يمكن يمشي لها الا بطريق البحر. مشى للمرسى وقلب على فلوكه يمشي فيها، لقى المقصود واتفق مع الرئيس الفلوكه، قالو: راه غيمشيو معايا موالين الدار، وراني هز معايا 7 ديال القلات عامرين بالملح وشويه ديال المتاع. بقى يصوم في الرئيس الفلوكه على الثمن باش غادي يديهم، يبكي ويشكي ويقول له: راني غير فقير وما فحاليش، ندير فيا هذا الخير. وافق الرئيس وصفت معاه 2 ديال البحاره. مشى السي المفضل كرا 2 الحمير وهز عليهم القلات ومتاعو حتى وصل وحطهم في الفلوكه، وبغى يرجع يصيفط الحمير يهزو مرتو وولدو وشي متاع خور. وهو كيهضر مع البحاره سخف وطاح. ملي قلبوه لقاو من الامانه دا امانته، هزوه البحاره فوق الحمار وداوها عند مرتو. غير شافتو بقات تغوت وتولول، اما البحاره رجعوا بالخف حيت الفلوكه كانت غتمشي عليهم. صافيه تصدمات وما تيقات،
الراجل كان بصحته ما كيشكي بحتى عله. في لحظة مات، صيفطات لعائلة راجلها باش يجيو يدفنوه ويديروا الواجب ديال العزو. شويه وهي تفكر القلات اللي عامرين بالذهب، مشات تجري للمرصى كتقلب على الفلوكه، لقاتها مشات وغادي تدوز على شلا بلدان، عاد غادي ترجع ويقد يبقى عام ولا اكثر. تما الصافيه عرفات بلي كلشي مشى وتعب سنين داه الريح. وهي تقول الله يعوضني بالخير. وصلت الفلوكه البلاد اللي كان غادي لها البخيل. تما تفكر الرئيس الراجل مول القلات، قلب عليه وما لقاهش، ومن بعد ما تسوقش حيت فلوسو راه شدهم، وحتى واحد ما عارف بالثروه اللي كاينه في القلات. نزل الرئيس ومشى للقهوه، كانت ديال واحد الراجل معكاز ديما جالس على واحد الكرسي ما كيتحركش من بلاصتو، حتى الكليان غير كيجيو هما اللي كيوجدوا اش بغاو، اللي بغى اتاي ينوض يطيبو، واللي بغى القهوه حتى هو يطيبها، كلشي موجود حداه. وملي كيبغيو يخلصوا مول القهوه كيقول لهم حطوا الخلاص في القله. السيد ما كيحركش الدجاجه على بيضها، على داكشي سموه البحاره الناعس. ولكن كان راجل فهيم وكلامو حلو، قلبو كبير على داكشي البحاره كيبغيوه. الناعس كان مزوج وعنده 3 ديال الوليدات، وخا كان ديما ناعس قهوه كانت ديما عامره وموفره ليه ولوليداتو حياه كريمه. دازت ايام وسنين، وفي يوم جلس الرايس مع الناس، بداو جابوا في الكلام ومعاهم صحابهم البحاره. قال لهم هذه 3 سنين واحد الراجل عطانا 7 ديال القلات النحاس عامرين بالملح، غير شادين ليا البلاصه في الفلوكه، لو كان ما خلصنيش كون رميتهم في البحر. ضحك الناعس وقال له علاش ترميهم في البحر، جيبهم للقهوه واسعه. وقال له الرئيسيه الله يرحم الوالدين، وصفت واحد البحار يمشي يجيبهم. قال له راه صبرت 3 سنين، شحال سولت على الراجل باش يجي يديهم ولكن ما لقيتوش، وحتى سميتو ما عرفتهاش. ها انت الا بان مولاهم غنصيفطو لك ياخد امانته، وإلا ما لقيتوش خذهم حلال عليك بالملح اللي فيهم. ولكن حتى يدوز عام، حيت الرئيس كان كل مره في كل عام كيزور البلاد اللي كان فيها الراجل. داز 3 سنين وكل مره كيزور فيها الرئيس الناعس ويقول له يا ودي خذ القلات وديهم لدارك باللي فيهم. كيضحك الناعس ويقول له ملي نحتاج الملح غادي ناخذهم. واحد النهار مرتو صيفطات بنتها الصغيره عنده للقهوه، قالت له عطاني 20 ملح. تفكر القلات وقال لها خذي واحد القله من تما راه فيها الملح. خداتها البنت ومشات للدار، غير فتحتها مرتو باش تاخذ الملح وهي تصدم ملي شافت الثروه اللي فيها. مشات للقهوه عنده كتجري، ملي شافها تعجب، عيطات عليه باش يخرج عندها، ما بغاش من العجز اللي فيه. قال لها انتي دخلي. مشات عنده حكات له على ما شافت، غوت الناعس وقال لها ما يمكنش ناض كيجري. مشى شاف القلات الاخرين لقاهم نفس الشيء عامرين بالذهب والفضه، داهم للدار وفرح بداك الشيء اللي جاد عليه به الله. ومشى كرا 2 ديال الحوانت حدا القهوه وحل فيهم مطعم كبير، وكتب عليه اللي عنده ياكل واللي ما عندوش حتى هو ياكل، المال مال الله ياكلوه عباد الله. وبقاو الفقراء كيجيو للمطعم وياكلوا بلا خلاص، والناعس كيخدم القلات ويصرف على الفقراء. دازت ايام وجا الرئيس باش يزور صاحبه الناس وسولو منين جاك هاد الخير صاحبي. قالوا راه انت السبب، وحكالو قصة القلات. وسمعهم راجل كبير من البلاد البخيل كان جالس في القهوة، قال لهم عرفت السر، وحكى لهم قصة البخيل وموتو ومرتو اللي قلبات على القلات وما لقاتهمش. قاطعوا الناس، قال له اذا خاصني نرد القلات اللي بقاو ومرت الراجل وولدها.
قالو المرا ماتت هي وولدها هادي سنين. شاف فيه الرئيس وقالو اذا المال ديالك وحلال عليك. وحتى الراجل الكبير قال الجملة الشهيرة خدم يا تاعس للناس، وبقات مثال وحكاية يعاودوها الناس من جيل لجيل. وهنا سالت الحكاية ومشات خبرتي من واد الواد، وانا بقيت مع الناس الجواد. الى عجبتكم الحكاية ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتضغطوا على لايك.